عاد الله صباحكم اينما كنتم. ايش نزلت كم من صورنا فيديو نزلت. اصعد 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 اصعد. شنو هالاداب هاي؟ يلا حتى ما ادري سولفنا ما سولفنا بالبدايه. يلا نعيد. اسعد الله صباحكم اينما كنتم. هاي السلاله وهاي شغلها. هاي الاشعله، هاي اشعله فنلندا. هذا انتاج فنلندي، هذا طير خاص فنلندي. اللي يسأل على السلالة الفنلندية، هسه احنا سوينا سلالة فنلندية. وين راحت السلالة الفنلندية؟ منا وين تكربون؟ احمد هاي سلالة فنلندية. ايه هسه احنا سوينا طير فنلندي. هو بيرس عراقي وبيرس صربي. زين، فطبقنا شي على شي، خلطناه، طلعت هاي الافراغ، جنسناها فنلندي. هسه صارت طيور فنلندية. يعني هسه فنلندا سوينا لها رس خاص. صلوات على محمد وآل محمد. شلون الجنح؟ حلو لو مو حلو؟ طبعا شغل عمي، شغل مال ابطال. شوف شلون يعلن. هذا يمشي قام مثل الزاجل. اي هو شوف، هذا طلع، هذا الطيور طلعت، هو الجنح ماله تقريبا احمر عراقي، بس ماخذ من ابوه هنا احمر، فماخذ من الاحمر، يعني شغل درجة اولى. احمد ما جاي يطير. شو عبالك حجي؟ هذا رس فنلندي. هسه احنا عندنا نريد طيور رس فنلندي. هاي انتاج فنلندي، تاخذه اصلا حصل اقامه عاليه. تاخذ لك زوج تحصل اقامه هنا في فنلندا عليه. ترى الحمام انقلب 180 درجه. بس شويه جو حلو نخاف منه ابو شفات. ما لزمنا الحين وقت، لا هذا الوقت وربع طيرناهن. خلينا نلزم الحين وقت اليوم على هذا الجو. يعني يطيرن ساعتين، ساعه ونص، ساعتين، يطيرن ساعتين. تونس احمد. شوف شلون شغل. يلا نقطع ونرجع. اليوم نريد نصور باسم طيارهن. صلوات على محمد وآل محمد. شوف هسه نزلن، هسه يظل يكربن هنا باوع ويرجعن يصعدن الدور. مواصفاتهن هيك، يعني ورا هذا البيت يكربون. لا عودة، لا تكشين، لا شي، وحدة. اليوم المقطع مخلط يا لوز. شلون راح يصير هذا ما ادري. يلا 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 يلا. مخلط يا لوز اليوم. هاي المطيار الناس بالبداية خلنا نوقف بمكان اسيطر عليهم، ما بعدت التصوير عليهم حتى يطلع واضح. مخلط يا لوز اليوم. طيرناهن هسه رجعنا فتحناهن. زين اريد اشبعها كتل هاي الطيور. عمي طيور صاحية قوية. طبعا شوف اللي الطير عندك معتني بي، ما بي امراض، صاحي 100%، يطير يونسك. طير عنده بي امراض، ماكو طير ما يطير صحيح اذا مو بي مرض. فدائما نحاول نتخلص من امراض الطيور حتى
الحمام تتونس عليه. نريد نسولف على خبطة عجيبة بالنسبة للهواة اللي ما تشتري، ما عندها استطاعة انه تشتري، اللي ما عندها استطاعة انه تشتري علاجات، فنسوي لها خبطة اليوم نسولف بيها. خبطة سهلة ورخيصة وتسوي نتيجة بالحمام. يلا نقطع، لا رايحين اليوم 7 كيلو نقطع على مود، نرجع للبيت نصور. هني هاي احمد بشرفك سؤال، انت تجني زاجل اسرع من الزاجل لو مو اسرع من الزاجل؟ والله اسرع من الزاجل. ما شاء الله. نحن حتى انت ما قعدت هستوني ها استوني جينا هيا الطيور. يلا ما شاء الله. هذا ثقيل وياهم، ذاك يا جنحب جنح حجي. خلها لا هاي هي. هاي يقول اعطيني من الزاجل. جاي اسرع من الزاجل شنو؟ ما شاء الله، بسم الله، صلوات على محمد وآل محمد. طبعا بس انا وقلت له حدد المكان. بس انا توقعت يعني ورانا بربع ساعة يوصلين 10 دقائق. ويانا طبعا. ما شاء الله. شغل صحيح 100%. لا شغل صحيح مو لعب. مصدوم من هين. احمد عبالي يتأخرون. احمد هذا الولد صومالي، هم يجني طيور، هم عنده حمام. يلا نقطع ناخذ نفرع على براج، فشي لنا هاي الطيور. لا تعبانة لا شي ابد، صحيحة 100%. يا الله. طبعا هاي الطبقات مالات مال الخانات، هذني زوج الكمرليات ان شاء الله على مبياض. هذني نسأل من الله يوفقنا. هاي الارافيل، هاي طبقة جديدة طيرة وفحل، نتمنى احنا عبالي 3 نفعل، لكن طبعا طيرة وفحل ولله الحمد. هذني الزوج الحمر ما شاء الله، هذني هماته طيور من هذا اللي يعني صدق طيور. وعندنا الطبقة اللي بعد ذني هاي الالاجات، نسأل من الله ان نتوفق بيهن ويصيرن عندنا. طبعا اخوان علاج سريع بسيط ورخيص، يعني ما يتعبك ولا يكلفك. اول علاج مجاني، والثاني بشيء يعني لا شيء، 10,000 دينار تكفيك لمدة 6 اشهر تعالج بها الحمام. المجاني هو كالآتي: برجك تهويته صحيحة وتنظيف فقط بالاسبوع مرة تنظفه. اما الخلطة هي الرخيصة، هي خلطة اعشاب احنا نستخدمها. انا رحت العراق صار لي تقريبا الشهر من جيت من العراق، وجربناها حتى بالعراق، يعني قلنا هنا اشتغلت عندنا نجربها بالعراق، جربناها بالعراق واشتغلت شغل صحيح. اخوان كزبرة، كركم، فلفل اسود، زنجبيل، وخل بالماء. اختار يوم بالاسبوع. تريد تسوي مثلي انا انطيهن يوم الاربعاء، يوم الخميس اخبط لهن لبن خاشوقه، العفو هذا خاشوقه، تنطيه على كيلو القياس مالته، واليوم الخميس تنطيه اللبن بالاكل وخلاص. هاي الفكة الثانية 10 كيلو. والله دوخنا الحمام اليوم، لا صدق دوخناهن اليوم.
ما ادري يا ترى واضحات بالتصوير. لا، هذا الطير الصحيح، هذا الطير الصاحي، هذا الطير اللي ما بيه امراض، هذا الشغل العديل. احنا لازم نستغل، لان شفتوا الفيديوهات الجو عندنا مخربط، هيجي اجواء قليل ما تحصل علينا، فمن تحصل نحاول نمشي بيها مسافة او نبعد، نكرر، نفتح مرتين، نفتح 3 مرات. لازم نسوي هاي الطريقة. الاجواء لازم واحد يستغلها. هنا مطر، يعني الفيديو اللي راح فتحنا الحمام، الجو كان يعني حلو، ما غيم بسيط، فجأة انقلب علينا الجو. تابعونا الفيديو الجاي، شوفوا شنو اللي راح يصير. لهنا اترككم في رعاية الله، ونعتذر على الإطالة.